مرحبا حبايبي، كيفكن اليوم رح نساوي كيك بارد. هون أول شي رح نسوي بلشطة، نسوي كريمة، نحفظ كريمة، رح نحفظ الكريمة بالحليب. أنا رح أحفظها على إيدي، ما عندي خفاقة كهربائية، اللي عنده يكون أريح من على الإيد طبعا. هون بعد ما خلطت الكريمة مسكت عندي، راح بلشطة تعطيها نكهة كتير طيبة. هون عندي تحضر الكريمة جاهزة، راح أفضي بسكوت سادة طبعا لا زبنة. راح نحط طبق كريمة طبق بسكوت، طبعا راح نحط البسكوت بالحليب الأول بعدين نصفه. هون راح نحط أول شي طبقة كريمة، هون راح نحط البسكوت بالحليب ونصفن طبقة كريمة طبقة بسكوت. طبعا حسب ما بدكن طبقات فيكن تساووا. هون بعد ما صفينا البسكوت رح نحط طبقة كريمة، رح نرجع نساوي طبقة بسكوت. كمان طبقة كريمة. طبعا أنا هون خلصت، عملت 3 طبقات، وانتو ما كيفكن فيكن تساووا أكتر حسب الكمية اللي موجودة عندكم، ما هو الكمية اللي بدكن تساووها. هاي آخر طبقة كريمة ورح أحطها بالبراد شغلة نص ساعة لحتى تتماسك. هون رح أعمل خلطة الحليب والكاكاو، أحطها على الوجه، بيعطي طعم كتير حلو للكيك البارد. شغلة كاسة شاي، حليب، معلقة نشا، معلقتين كاكاو، نخلطها على البارد ونحطن على الخلط لحتى تغلي وتتماسك. طبعا معلقة سكر. هون شوفوا القوام بعد نص ساعة طلعته والكاكاو تماسكت هون وبردت، حطها كمان رح رجع البراد طبعا حتى تبرد تماسك الكريمة اللي حطيناها على الوجه. هون رح أعمل رشة كاكاو، بودرة كاكاو طبعا، بصير منظره كتير حلو. شوفوا النهاية خرافية المنظر، بجنن. طبعا بتخلولي الكاميرا بالبراد حتى تتماسك تجمد، بعدين تقدروا تاكلوا. هون رح أقطعه شندو، طعم بجنن بجنن، جربوا ما راح تندموا، بيدوب دوبا بالتم. وبتمنى ما تنسوني من اللايك والاشتراك.